السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان الجميع يكونوا بخير وفي هنا وسعادة يا رب، اللهم امين. إيه هتعملي ايه يا ام اسلام؟ هنعمل معاكم بقى افطار النهاردة، يعني فطار عادي خالص، اقتصادي خالص. إيه، لا لحمة بقى ولا سمك ولا محشي ولا بط ولا اي حاجة، الحاجات اللي هي والله احنا بصراحة يعني كل يوم حرة على الاكل. يعني في رمضان بقى كل يوم عايزين حاجة، يعني حاجة شكل كده أكل تغيير يعني. فقلنا نعمل إيه النهاردة؟ نعمل المعمر معاكم بالقشطة الفلاحي. والله كان جميل جدا جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده بقى يا حبيبي اهوت. كان عندنا لبن، كان عندي اللبن غلياه يعني، وسايباه في التلاجة يعمل وش كده، ما شاء الله. شايفين القشطة على وشه عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وطبعا انت بتعملي بقى الكمية اللي انت حباها يعني، فاحنا عشان في صيام يعني مش حابين نكتر، عشان ايه؟ الاكل يبقى ايه يعني، ما يبقاش كتير ويبوظ. تمام. واهم حاجه بقى بتغسلي الرز بتاعك في الاول كده وتنقعيه شويه، وبعد كده بقى ايه بتحطيه في الصينيه او في البرام اللي انت هتعملي فيه. والله لا تقولي برام ولا تقولي اي حاجه، الصينيه بسم الله ما شاء الله. المعمر طالع جميل جدا جدا، وزي ما انتم شايفين كده بالوش بتاعه، هو وش اللبن بالقشطه بتاعته كده جميل. وبخلي الوش اللبن كده بقى اما بيستوى كده بيبقى وشه حلو قوي قوي بصراحه يا حبيبي، بسم الله ما شاء الله. وبتظبطي بقى وبتظبطي الملح بتاعك، وبتحطي معيار الصينيه بتاعتك او البرام حسب ما انت هتعملي يعني، حسب الكميه بتاعتك. تمام يا حبايبي. وزي ما قلت لكم انا عاملاه اهوت في الصينيه وطلع جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، بالف هنا يا رب للي ياكل. وطبعا كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وتعاد عليكم الايام بخير يا رب. وطبعا لاول مره بقى يشوفنا يا حبايبي، يا ريت يشترك لنا في القناه ويفعل زر الجرس ويختار كلمه الكل عشان يوصل له كل جديد. ويا ريت ما تنسونيش باللايك بتاعكم الجميل يا حبايبي. وكده اهوت بقى كنت خلاص حطيت المعمر بتاعنا في الفرن. بتحطي بقى في الفرن حسب ما انت عايزه تسويه يعني، فرن البوتاجاز انا ببقى اسويه في فرن البوتاجاز برضك. بس انا عامله النهارده في فرن الغاز. بتحطي بقى وتعلي عليه النار من تحت، وبتولعي النار من فوق برضك، بس نار هاديه كده عشان يستوى من تحت يعني وش يحمر من فوق ويستوى من تحت مع بعض يعني. وزي ما انتوا شايفين اهوت بيغلى اهوت، بسم الله ما شاء الله، كان جميل جدا. وبعد كده بقى ايه بتقدحي له السمنه، او لو انت عندك زبده بقى، او حتى تحطيها مع اللبن وهو قبل ما يستوي يعني، قبل ما تحطيه في الفرن. إيه بيبقى حلو برضك، بس انا بامانه ما عنديش زبده، قدحت له معلقتين سمنه. وكده اهوت يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. كان المعمر بتاعنا ده جميل جميل والله. في اليوم ده العيال ولادي يقولوا لي يا ماما والله النهارده الاكل حلو قوي يا ماما. وعملنا معاه بقى ايه التحابيش بتاعته كده، الاكل اللي هو النواشف دوت. بسم الله ما شاء الله، كان جميل قوي قوي وبيبقى حلو. حابه برضك تحط فيه فراخ، لو انت عايزه تحط فيه فراخ بتسويها في قلبه، بيبقى جميل برضك مع القشطه بقى. بيشرب يعني، بيشرب الفراخ بتشرب من اللبن كده وبتبقى جميله. وكان عندنا فاكهه بقى، قلت اعمل للعيال بقى ايه طبق سلطه كده، بيبقى نحبه يعني في الصيام وكده، بيبقى خرط لهم سلطه الفواكه ديت. بعد الفطار كده بقى ايه. يعني بتبقى حلوة أوي بصراحة ومفيدة جدا. وزي ما انتوا عارفين بقى الفاكهة كلها فوائد وكده، الخوخ والتفاح وكل الحاجات دي طبعا فوائد وفيتامينات للأطفال يعني، وللكل يعني. بصراحة ببقى أحب أقطعها كده مع بعضها طبعا، لأن العيال بقى اللي بخش ياخد مثلا، العيل بياخد تفاحية وياكل نصها ويسيب نصها، بتترمى خسارة. فأنا بقوم جايبة ايه، جايبة كمية كده من الفاكهة غسلاها، واقعد بقى أقطعها كده زي سلطة الخضار، واقعد اقطعها كده يعني ايه مع نفسي كده. وبعد كده بقوم جايه عامله شفشق عصير بقى، اي نوع عصير، اي نوع عصير عايزه تعمليه، ممكن تحط فراوله، ممكن تحط مانجا، ممكن تحط جوافه، اللي موجود عندك بصراحه. تقطعي بقى تفرميه، وتقومي جايه بعد ما تقطعي الكميه كلها بتاعتك وتقوم جايه ايه مصفيه العصير عليها وتحطها في التلاجة بقى كوكتيل كده، بيبقى جميل جدا. والعيال يعني العيال بيحبوها بصراحة يعني. عندنا الأناناس ده لما بجيبه لوحده كده بيقعد في التلاجة فترة طويلة ما يتاكلش، لأن مش بيحبوه يعني قد كده يعني. فأنا بقى بقوم جاية مقطعة كله ببعضه، الأناناس اللهم صل على النبي، الخوخ والموز وكله بيتاكل كله ببعضه بقى ايه. وبتبقى جميلة أوي أوي بصراحة، وفايدة زي ما بقولت لكم كده، فايدة جميلة طبعا. وانتوا عارفين فوائد الفاكهة حلوة أوي، كلها حديد وفيتامينات وكالسيوم للأطفال. وما شاء الله يعني، ربنا يديمها نعمة علينا يا رب ويحفظها من الزوال. وكده كنت خلصت الكمية اهيت، وعملت شفشق عصير جوافة.
كانت عندي صفيته عليها وكانت حلوة أوي. كده بقى بدأنا إيه، كان القرآن شغال بقى، بدأنا نجهز بقى للفطار يعني. بنعمل السلطة ونحمر بطاطس على الناشف كده، وكنا سالقين برضك بطاطس، طبق بطاطس كده أنا بحبها مسلوقة بصراحة يعني، بسلقها واحمرها، بس بعملها بقى صوابع، لولادي بيحبوها صوابع كده على الناشف. ف وعملنا السلطة اهيت، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين طبق السلطة ده يعني بيبقى له طعم مختلف كده في رمضان، سبحان الله. يعني حاجة رمضان دي بيبقى لها طعم كده وفيها بركة، يعني يعني حتى أي حاجة انت بتطبخيها في أي، لازم طبق السلطة ده بيبقى على سفرة رمضان كده، بيبقى جميل قوي، حلو بصراحة يعني. وبيبقى له طعم مختلف، سبحان الله. يا رب ديما نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وتعاد عليكم الأيام بخير. وطبعا ما تنسوناش بدعوة حلوة منكم كده في الأيام المفترجة علينا ديت، يا رب تفرج علينا وعلى كل متضايق يا رب، وفك كربنا وكرب المسلمين، اللهم آمين. وعود علينا وعليكم الأيام يا حبايبي بخير يا رب، وانتم في هنا وسعادة وفرحانين بعيالكم وفي أتم الصحة وفي أحسن الأحوال يا رب، اللهم آمين. وزي ما انتم شايفين بقى، ده كان الفطار بتاعنا معاكم، فطار اقتصادي خالص، ولا فيه لحمة ولا سمك ولا أي حاجة، يعني حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله، نعمة وفضل وعدل من عند ربنا، يا رب ديمها نعمة علينا يا رب، واحفظها من الزوال، اللهم آمين. وزي ما انتم شايفين المعمر، ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، ويا ريت ما تنسونيش باللايك الجميل، أهم حاجة اللايك بتاعكم يا حبايبي. دمتم في خير يا رب كده، وفي هنا وفي سعادة، اللهم آمين. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.